عالسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نقديو ملسوقة دياري بطريقة سهلة العباد الكل تنجم تعملها. رطل سميد أرطب، 250 جرام فرينة، شوية ملح، قرصة ملح، ونخلطوا مع بعضه. نخلطوها مع بعض ونسخنوا شوية ماء سخون يكون فاتر ونعجم نخلطوها، ما نعجنوهاش، نخلطوها نخلطوها ونحطوها ترتاح ساعة ساعتين قد اللي تحبوا، حتى ب3 سوايع باهي قد ما ترتاح وتجي سمحة. وتو بعد ما ارتاحت 3 سوايع خليتها أنا المي فاتر ونبدأ نعجنو. توي كان نبدأ نعجنوها، نصبوا المي ونعجنو، نصبوا المي ونعجنو حتى كشنين تولي طرية. بعد ما كملت عجنتها في الاخر نحط مغرفة زيت زيتونة ونخلطها. الزيت اللي عنده زيت زيتونة واللي عنده زيت أي زيت عندكم. بعد ما ارتاحت تجيبوا أي قلاية عندكم، نحطوا القلاية على نار هادية جدا، هادية على الأخر، وناخذوا طرف عجينة ونحطوا نحطها في وسط القلاية وندوروا. ما تخافوش منها، لا تتقطع ولا حتى شيء، على خاطر هي معجونة مليح. المهم تعجنوا مليح. حتى فما كنقب تنجموا تسكروها بالعجينة ميسالش. وتقول هكا تتنحيها بسهولة تامة، على خاطر هي معروكة مليح. أي قلاية عندكم نجموا تعملوه. واللي عنده طاجين نحاس زادا كيف ما هو باش يتبدل شيء، زوز يتخدموا زوز. نقولوا هكا في الشوافي، حتى بختي متاع دبوسة ندوروها باش تنحيلكم بسهولة زادا، باش ما تتقطعش ولا أي حاجة. ونجبدوها. وهذه الملسوقة ديالي، وجربوا الطريقة هذه وصحة وبالشفاء ليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.